في صباح جميل. أهلا بيكم. بنقدم حلقة بعنوان الثورة المصرية وصارخ الفرح عذرا. مش هتقدر. احنا كلنا عارفين ان الثورة المصرية هي فرح مصري كبير. الثورة المصرية اللي بدم ولادنا واخواننا زكوها، واللي كتير قوي بيحاولوا بيسرقوها، بس ما اعتقدش ان هم هيسرقوها، لان مصر هتبقى دولة ديمقراطية وهيبقى فيها حركة حزبية، ويرجعونا تاني لعصر الخلافة العثمانية وعصر المماليك المصرية. بس محدش هيقدر يسرق فرحتنا، زي ما قال زميلي محمد، فرحة الثوار، فرحة الثورة المصرية والشباب الأحرار. مساء الخير يا أستاذ توحيد. مساء الخير. النهاردة معانا في حلقة اليوم ضيفين جمال، هم الأستاذ توحيد البناوي، أمين عام الحزب الناصري والمفكر السياسي الجميل والكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم الدسوقي. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة. أستاذ توحيد، حضرتك بعد رئاستك للمؤتمر الوفاق، المؤتمر الأخير اللي انت حضرته لرئاسة الوفاق، سعادتك انت شايف دلوقتي ايه دور الأحزاب، وهل هي الأحزاب هتقدر تنجح ان هي تحصل على أكبر مقاعد تحققها في انتخابات مجلس الشعب اللي جاي؟ لو انا اقول لحضرتك بس حاجه، هو حصل في الفتره الاخيره دي اكتر من مؤتمر للحوار، الحوار الوطني والوفاق القومي، وبعد كده الائتلاف الديمقراطي من اجل مصر اللي بيتكون من دلوقتي من 28 حزب. أيوة. الجلسه اللي حضرتك بتقصدها دي كانت الجلسه الاخيره للائتلاف الديمقراطي. للائتلاف الديمقراطي دي كانت يوم الاحد اللي فات. احنا كنا ناقشنا في هذا المؤتمر في اكثر من جلسه وثيقه بتتكلم على المبادئ التي يمكن الاهتداء بها في اعداد الدستور الجديد، او التي يجب ان تلتزم بها اللجنه اللي هيتم تشكيلها لاعداد الدستور. فوجئنا في الاجتماع اللي فات بحزب الحريه والعداله جايب وثيقه جديده، تمام، ضايف عليها ما لم يتم الاتفاق عليه. نمره واحد بيتكلم على ان المبادئ الحاكمه او المبادئ الفوق الدستوريه التي تعرف يعني عليها بالتعبيرين دول مصادره لحق الشعب في وضع دستوره. الثانيه ان احنا مش في حاجه الى اعلان دستور جديد. انا الحقيقه الحزب بتاعنا رفضنا الموافقه على هذه الوثيقه الاخيره، وقلنا ان احنا معترضين عليها لسببين. السبب الاولاني ان احنا بالفعل في حاجه الى اعلان دستور جديد، اذا كان حزب العداله تحديدا والجماعات الاسلاميه وافقت على الاعلان الدستوري الذي صدر في مارس الماضي، رغم ان الشعب كان استفتي على. حضرتك انت كنت قلت ان الجماعات الاسلاميه فعلا وبعض الاحزاب وقعوا على الوثيقه اللي انتوا اصدرتوا عليها، وبعدين فوجئتوا بالجامعات الاسلاميه بتصدر وثيقه اخرى. ده صحيح. 28 حزب بما فيهم حزب العداله وبما فيهم حزب النور وبما فيهم حزب الفضيله، الاحزاب المشاركه في الائتلاف بالكامل كانت موقعه على الوثيقه اللي انا اتكلمت عليها. طيب يعني يحضرني هنا سؤال مهم. ايه الداعي او ايه اللي بيخلي الاخوان والسلفيين والجماعات الاسلاميه كفكر واحد وبوتقه واحده يهددوا بمليونيات، ويا هم اللي عايزينه يتنفذ يا لا، والاحزاب وبيستغلوا ان الاحزاب بيقولوا الاحزاب مالهاش وجود اساسا؟ ايه رد حضرتك على ده؟ لا شوف حضرتك، الاحزاب موجوده، وهي القصه كلها بدات من الخلاف اللي حصل ساعه الكلام حوالين التعديلات الدستوريه. كان في وجهه نظر واحنا طرف فيها بتتكلم على ضروره ان ما يتمش استفتاء على المواد اللي تم الاستفتاء عليها، والا معنى كده ان يعود دستور 71 مره اخرى. والمجلس العسكري وعى لهذه النقطة، بس بعد ما اتعمل الاستفتاء وتم دفع الناس فيها بحيث انها تطلع تقول نعم، عرفنا ال 77% ولا 14 منهم والكلام ده. بعد ما ظهرت النتيجة بقى في شعور بالخطأ الذي تم، لأن معنى كده ان هذه المواد التي تم الاستفتاء عليها تعود لدستور 71، فيعود الدستور الذي سقط ومات بالثورة. فبالتالي يبقى ما فيش شرعية في للمجلس العسكري للمجلس العسكري نفسه، ما فيش شرعية صحيح. للي بيحصل. طب أستاذ إبراهيم، هل رأيك ان الخطأ اللي حصل بالنسبة
للاعلان الدستوري، وان الناس في الاستفتاء الاخير قالوا لا احنا مع بعض المبادئ. هل ده خطأ الاعلام؟ هل الاعلام اخطأ وهل الاعلام ما زال يخطئ؟ هو الإعلام مش يخطئ، هو الإعلام حاول أن يفعل الكارثة في حق الشعب المصري. وبالفعل أنا أعتقد أن الإعلام حاليا بيقوم بكارثة شديدة جدا ضد هذا الشعب العظيم. وللأسف لن أقول أن المجلس الأعلى هو اللي اختار، لا، هو الدكتور عصام شرف هو اللي اختارهم، عشان بس ما بقاش فيه خلط عند الناس بشكل أساسي. ولكن المشكلة الخطيرة أن هذا الإعلام هو إعلام مبارك، هو نفس منهج مبارك، هو نفس الرؤية المتسلطة على الشعب، هو نفس الرؤية المتعفنة تجاه الشعب، ولكن بشخوص مختلفة. يعني استبدلوا المجموعة اللي كانت في عهد مبارك، أسامة سرايا وعبد المنعم سعيد ومش عارف ومين 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 وعبد الله حسن في الوكالة، وجابوا شخوص ألعن منهم وأدل سبيل. هذه الشخوص النهارده هي اللي بتدمر ثورة مصر، وهي اللي فعلا بتساهم في ان فلول الحزب الوطني تسرق ثورة الشعب المصري. انا بتهم حزب وغير الحزب. لا، هو تحديدا لان هم المشكله يا استاذ محمد ان هذه الفلول موجوده في كل حاجه، موجوده في الوزارات، موجوده وكلاء الوزارات كلهم، رؤساء الاحياء في المحافظات كلهم فلول الحزب الوطني. عذرا يا استاذ ابراهيم، معنا تليفون بس من الاخت على هوا منتظره. مساء الخير يا استاذه حنان. الو. طب نرجع للاستاذ ابراهيم، ونرجع للاستاذ ابراهيم، اتفضل. فزي ما قلت لحضرتك فلول الحزب الوطني هي الوحيده المستفيده من حاله البلبله اللي بيعيشها الشعب، وهي ايضا المستفيده من احلال وقيعه بين الشعب وبين الجيش. طب هل ده معناه ان احنا بدانا نرجع تاني لحته الخطوط الحمراء؟ طبعا. يعني بقى في خطوط حمراء. لا، على فكره بالمناسبه الخطوط الحمراء يفعلها اذناب الحزب الوطني المسيطرين على الاعلام دون ان توجههم الدوله الى ذلك. هم متصورين ان هم اذا عملوا دي فبينافقوا المجلس الاعلى، فبالتالي يظلوا في مواقعهم ويظلوا يدمروا في الشعب. حضرتك مش معايا ان ده يعتبر نوع من الوقيعه ما بين الشعب والمجلس العسكري؟ طبعا محمد. نعم. الخط رجع. مساء الخير يا استاذه حنان. ايوه. مساء الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور، اتفضلي. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. انا عندي التماس للاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. اتفضلي حضرتك. بنتي حصلت على الثانويه العامه بمجموع 98.2. ايوه. ومكتب التنسيق دخلها طب عين شمس. دخلها ايه يا فندم؟ طب عين شمس. طب عين شمس. ايوه. المشكله هنا ان احنا ساكنين في المريطيه هرم. وحضرتك عارف من المريطيه لعين شمس بيستدعي الى اكثر من 3 مواصلات. وطبعا انا خايفه عليها جدا من الانفلات الامني الموجود في البلد. يعني حضرتك طالبه من السيد الوزير انها تكون جامعه القاهره، طب القاهره يعني. ايوه، طالبه اقرب للمكان. جامعه القاهره، وهي جايبه الحد الادنى لكليه الطب نفسها. يا فندم. يعني هي جايبه اوريدي الحد الادنى لكليه الطب، هي فرق نص درجه او نص من 10 من عين شمس للقاهره. رساله حضرتك وصلت، وان شاء الله هنوصلها للسيد الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي. حضرتك يا رب يكون سمعنا دلوقتي رساله الاستاذه حنان ان بنتها جايبه مجموع 98.2 وان التنسيق وداها عين شمس وهي مروطيه هرم، يعني اقرب مكان ليها جامعه القاهره. ويا رب يا دكتور معتز، يعني الناس يعني الخلل الامني موجود، فمش عايزين الخلل الامني يبقى داخل البيوت. يعني هي الست مش مطمنه على بنتها انها تروح المشوار ده. يا ريت يعني كفايه، احنا عملنا ثوره، مش عايزين نعمل ثوره في التعليم تاني. يعني يا ريت سعادتك تكون وصلت لحل ونقدر نختلف في نسبه المجموع يعني، ونطبق روح القانون. يعني المفروض ان احنا معانا روح القانون في ظل الانتفاضه والثوره، لان في مشكله وناس كتير قابلتنا يا دكتور. نرجع لموضوعنا بقى. ايه راي حضرتك في اللي بيحصل والناس بيقولوا انفلات امن بالمره؟ انت عايز تلبسنا في الحيطه، بس مفيش مشاكل. لا مفيش تلبيس في الحيطه ولا حاجه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. قضيه الانفلات الامني، على فكره انا ليا اصدقاء شرطه، وفيهم واحد وانا جاي اسمه ايمن قال له النبي بيقول كلمتين كويسين في حق الشرطه. كشخوص ماشي، انما كاستراتيجيه لا. الشرطه هي اساس المشكله الامنيه الموجوده حاليا. منصور العسوي واجهزته يعلمون تماما اين هم البلطجيه ومواقعهم، ويكاد يعرفونهم بالاسماء من خلال اجهزه الامن العام. تقدر ببساطه تلم البلطجيه دول وتطبق عليهم. بالمناسبه على فكره انا معايا قانون الغدر،
وممكن اذا لم يكن القانون الجنائي يطبق عليهم فيطبق هذا القانون حتى على قانون على الغدر. البلطجيه. طبعا. طب هو اهم بنوده ايه كده؟ لا ده عديده جدا. اسمحوا لي انا هستأذن بس الساده المشاهدين ان انا ممكن مش هعرف كله لكن عايز اقول لحضرتك حاجه. يعني هو بيتكلم حوالين الاتي. اتفضل. مع عدم الاخلال في نقطه مهمه. الصفحه الثانيه على طول. الصفحه الثانيه انا جايب الثانيه اهي. واخد بال حضرتك انت؟ يعني هو مفهوم البلطجه معناه ترويع الامنين. تمام. فترويع الامنين هو نص عليها بعده عقوبات. يعني مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه والتأديبيه يجازى على الغدر بالجزاءات الاتيه او بحدها: العزل من الوظيفه العامه القياديه، سقوط العضوية في مجلس الشعب او الشورى او المجالس الشعبيه المحليه. وعلى فكره بالمناسبه الراجل المجرم اللي اسمه زكريا عزمي كان قال ان الفساد في المحلات للركب، وطلع هو الفساد مغطي الراس وهو مغطي 3 ادوار. يعني هو تحت وفوق منه 3 ادوار فساده. تمام. وانا اعتقد ان هو على المونيتور القانون دلوقتي. الحرمان من حق الانتخاب والترشح لاي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقره ب من هذه الماده لمده 5 سنوات. الحرمان من تولي الوظائف العامه القياديه لمده 5 سنوات من تاريخ الحكم. الحرمان من الانتماء الى اي حزب سياسي لمده 5 سنوات من تاريخ الحكم. على فكره انا طبعا عايز اوضح لحضرتك حاجه. اتفضل. انه يجب ان يطبق هذا القانون بسرعه على القيادات الفاسده بتاعت الحزب الوطني حاليا. طب هل مش هل هيبقى في استشكال في القانون ده؟ هنرجع لقصه الاستشكالات وما لا 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 ده قانون اصلا يعني قانون قديم. وحتى النهارده حتى سالوا المستشار محمد عزيز الجندي قالوا له ده القانون ده اتلغى. قال لهم ما فيش حاجه اسمها قانون يتلغي بالمزاج، قانون يتلغي بنص. وهذا القانون لا زال موجود من 1953 ويجوز تطبيقه على كل قيادات الحزب الوطني، لان احنا لو سيبناهم والله هيجوا لنا الانتخابات الجايه ويدمروا لنا التجربه الديمقراطيه بالكامل. فلا بد من عزل كل من هو له علاقه بهذا الحزب الحقيقي. توحيد ايه تعليق حضرتك على قانون الغدر؟ لا ده في ضروره لتطبيقه مش من النهارده، ده كان من ساعه الثوره ما قامت. لان الجرائم التي تم احاله كل من افسدوا الحياه السياسيه وكل من نهب ثروه مصر الموجودين دلوقتي في السجون واللي لسه هيتحاكموا، القانون الجنائي نفسه لا يستطيع بمفرده انه يعاقبهم، وبالتالي كان هناك ضروره على انهم يقدموا لمحاكمه سياسيه. المحاكمه السياسيه مش هتتم الا من خلال تطبيق هذا القانون. التعديل الذي تم ان قانون العدل هينظر قدام المحاكم الجنائيه العاديه ومستشارين عاديين، وبالتالي احنا في ضروره له، ومش هيمنع تطبيق وفقا ما ورد في هذا القانون العقوبات الجنائيه والتأديبيه الاخرى. يعني ده هيعزل من الوظائف ويمنع من ممارسه العمل السياسي، بالاضافه الى في تساؤل مهم الناس دايما بتساله: امتى الناس هيبقى في سرعه؟ يعني ده السمع عن قانون الغدر بقالها شهور، قانون الغدر يطلع وهيتعدل، قانون الغدر الناس بتسأل. لا ما انا هقول لحضرتك ما في مشكله يعني انت تتابعوا مع الحكومه. نعم. لا هل هو طلع فعلا النهارده وكان تقريبا معروض على حقوق الانسان. لا واتعرض على بقى حقوق الانسان واللي هم قالوا ان هم هيرجعوه عشان هيغيروا بعض البنود الثانيه. هنفضل بقى ان احنا نعرض ونغير. هو اقر يعني المشكله على عوده حضرتك القانون تم اقراره. لا بس حضرتك يعني اصل في مشكله. المشكله ان الثوار مش هم اللي بيحكموا. من قام بالثوره في 25 يناير مش هم اللي بيحكموا. اللي بيحكم النهارده المجلس العسكري اللي نستطيع ان احنا نقول انه حمى الثوره لكن لم يكن هو الذي قام بهذه الثوره، وده سبب البطء الموجود وعدم تنفيذ الحاجات اللي احنا عايزينها. ده يفكرني بثوره 23 يوليو. مش ان اللي قام بيها عسكر وهنا اللي قام بيها شعب. ما هو يعني كان لا انا بتكلم في التنفيذ. شوف هقول لحضرتك الثوره يعني النقطه اللي حضرتك قلتها في ثوره 23 يوليو الضباط اللي قاموا بالثوره نفذوا 1 2 3 6 وكان لهم اهداف محدده. الثوره اللي